السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. سنقدم لكم اليوم في هذه الحلقة أشياء مرعبة ومخيفة صورتها الكاميرا صدفة ولم يجدوا لها تفسير، فلنبدأ على بركة الله. تم نشر هذا الفيديو الغريب والغامض على اليوتيوب في فبراير من سنة 2016، وقد صوره شاب كان متوجها نحو موقف السيارات ليركب سيارته، وعند وصوله إلى هناك بدأ يسمع صوتا غريبا وضجيجا تحت سيارته، فحمل على الفور هاتفه وبدأ بالتصوير. ففي الأول كان يعتقد بأن هذا ليس سوى قط أو كلب أو أي حيوان آخر يختبئ تحت سيارته، ولكن ما وجده هناك كان غريبا جدا وغامضا، فلنشاهد التسجيل. فكما شاهدتم فقد ظهر مخلوق غريب الشكل يشبه شكله البشر، ولكن كانت ملامحه غريبة ومرعبة لحد كبير، وعندما أحس من أن الشاب يقترب منه هرب على الفور واختبأ تحت السيارة الأخرى. ويؤكد صاحب الفيديو على ما صوره هو عفريت حقيقي، فما رأيكم؟ شاركونا تفسيراتكم في تعليق. تم نشر هذا الفيديو الغريب والغامض جدا على اليوتيوب في مارس من سنة 2021، وقد تم تصويره من طرف شخص كان يتجول في حديقة منزله، وعند دخوله إلى منزله شاهد شيئا غريبا جدا وبدأ في تصوير هذا الشيء الغريب، وكان في الأول يعتقد بأنه حيوان أو قط يتجول في منزله، لكن ما صوره كان مخيفا إلى حد كبير. فما رأيكم في هذا الفيديو الغريب والغامض؟ أتمنى أن تكتبوها في تعليق. نشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف شاب يقول بأنه كان جالسا في حديقة قرب منزله، وفجأة لفت انتباهه مخلوق غريب الشكل ومرعب يشبه البشر إلى حد كبير، فلنشاهد ما الذي حدث. فما رأيكم بهذا الفيديو؟ أتمنى أن تشاركوها في تعليق. Yeah.